يا نهار اسود، عملوا فيك ايه؟ ارجعوا الباب لورا. وراهم يا عم. عملوا فيك ايه؟ ايمان، انت في بيتك ومعايا. انا عايزك تطمني يا حبيبتي، اطمني. انا ليه بيحصل فيا كده؟ ليه دي بيقتل ابني وليه يقتل معتز؟ انا عملت ايه؟ يقتل معتز يعني ايه؟ هو قال لي ان هو اللي قتل معتز. يعني انا بريء من جنب معتز؟ يعني معتز ما ماتش لما وقع من على الجبل، مات في المستشفى. يبقى ابن الكلب اللي قتله زي ما قتل ابني. شفت يا ايمان؟ شفت يا ايمان انك ظلماني؟ شفت انك كان لازم تصدقيني؟ عرفت ان انا على حق. زي ما عرفت انك تاجر سلاح. انت غبي، انت مودي نفسك في داهية، واخدنا كلنا معاك. رجعني بيتي، مش عايزة اعرفك. اديني بيتي، وديني بيتي. ارتاحي دلوقتي يا ايمان، لما تصحى بيروح الشغل. بقول لك ايه، انت تسكت خالص. مش كفايه انك طلعت مخبي عليا انك متجوز وعندك عيال؟ لا، والمصيبه السوداء انك تطلع تاجر سلاح. يا حسني، تاجر سلاح؟ هو انا لوحدي اللي كذاب ولا ايه؟ ما اخوك حسام به كمان كذاب وتاجر سلاح. اخرس خالص، وياك تجيب سيره اخويا على لسانك. وبعدين انا ماليش دعوه، مش مشكلتي ان حسام اتورط معاكوا في تجاره رخيصه زي دي. مش معنى كده ان انا وافق واسكت واقبل ان اعيش معاك. انا عايزه اتطلق يا طاهر. يا لهو بالي، طلق ايه بس يا ست شهندة؟ ده بعدك يا شهندة. هو انت فاكره ان دخول الحمام زي خروجه؟ لا، مفيش طلاق، وهتعيشي في البيت ده. فاهمه ولا لا؟ استهدى بالله يا ست طاهر، دي ساعة شيطان يا اخويا. وحطيت نزلي يدك. انتوا الاثنين اياكوا واحده فيكوا تفكر انها تخطي بره عتبه البيت ده. ولو واحده فيكوا فكرت بس، انا هقتلها. محمد، كان في موضوع كده أنا عرفته وكنت عايزة أقولك عليه. موضوع إيه؟ إن إحنا يعني بقالنا شوية متجوزين ولسه يعني ما جبناش بيبي وكده. كنت لسه بفكر في الموضوع ده. ما تيجي نروح لدكتور؟ أصلا أنا رحت للدكتور. رحتي للدكتور؟ وإزاي تعملي حاجة زي كده من ورايا؟ وقال لك إيه؟ قال لي إن أنا السبب، بس هو قال لي إن ممكن مع الوقت يكون في علاج وأعرف أجيب بيبي. والعلاج ده هيطول؟ معرفش يا محمد، دي حاجة بتاعت ربنا. مالك يا محمد ساهمت كده ليه؟ يعني أنا ممكن أتحرم من يكون لي طفل؟ أتحرم من يكون أب؟ هو ده كل اللي همك يا محمد؟ أمال هيهمني إيه تاني؟ هيهمني إيه تاني؟ انا ماليش دعوه بالكلام ده. تقبوا تختصوا على عله وتتشالوا وتتحطوا وتروحوا يمين تيجوا شمال، انا عايز دياب صحي بقى، ميت تجيبوا لي راسه، تجيبوا لي حته منه. انا عايز دياب، فاهمين ولا لا؟ انتوا باصين كده ليه؟ ما حد ده وقته. يا ماما. ايوه يا حسام،
انا عاوزاك تيجي لي دلوقتي حالا. خير يا امي، في حاجه؟ لما تيجي هتعرف يا حسام. يا امي انا مشغول وظروفي زي الزفت في عرضك، لو في حاجه قولي لي. لا يا حسام، انا عاوزاك تيجي لي دلوقتي حالا. يا امي مش وقت وانا عندي ظروف زي الزفت وربنا عالم بحالي، ما ينفعش يتاجل لبكره الموضوع المهم ده. بيتهيألي ظروفك مش اهم من امك. لا يا ستي مش اهم. حاضر انا جاي لك. حاضر، مع السلامه. انا هوصل مشوار نص ساعه واجي، تكونوا فكرتوا وشغلتوا دماغتكم. انا عايز اخلص من الموضوع ده، فاهمين ولا لا؟ خير؟ ايه الموضوع اللي خلاك تجيبيني على ملا وش يا ماما؟ في ايه؟ انت مين؟ حسام ابني فين؟ جرى يا ماما، احنا هنعيده من تاني؟ كل شويه تديني محاضره. حسام ايه؟ ما انا قدامك يا ماما. انت مش حسام. حسام ابني انا ربيته على الخير وحب الناس، وما كانش بيستنى تمن لحب الناس. لكن انت بتكره الناس وبتقبض تمن اذيتهم. انا ربيتك على حب ربنا والخوف منه، لكن انت اكيد ما بتعرفش ربنا. فين حسام؟ فين ربنا جواك؟ فين؟ اخر حاجه كنت اتصورها انك تشتغل في تجاره السلاح. ومع مين؟ مع الراجل اللي قتل مراتك وابنك جوه بطنها، وقتل ابنك من ايمان. للدرجه دي انت ضعت مننا واحنا مش حاسين؟ اديكي قلتيها بتندمي ليه؟ انت قلتيها، ما انتوش حاسين. محدش شاف المر اللي انا دقته، محدش كان عنده اتبهدلت زيي. لو واحد فيكم شاف ربع اللي انا شفته كان عمل قد كده 100 مره يا ماما. مش كل الناس ضعيفه زيك، مش كل الناس بتطاطي للشيطان زيك. لا، في ناس بتطاطي وفي ناس ضعيفه، وكل واحد مهما كان قوي جواه نقطه ضعف. اول ما حد بيلمسها بيجي على ركبه ارض. وانت فين نقطه ضعفك يا بيه؟ في كرامتي ببساطه شديده، كرامتي اللي اتبعترت واتداست بالجزم، سمعتي اللي اتوسخت في الداخليه، مستقبلي اللي ضاع، وشغلي اللي كنت بحبه وكنت هموت 100 مره فيه. خلاص واحد عايش ميت ما عندوش امل، مستنيين منه ايه؟ وانت دلوقتي عايش، فين امالك يا استاذ؟ فين؟ لا من ناحيه عايش فعايش. طمني يا ماما، عايش وعايش كويس قوي كمان، وقوي جدا. ادوس على اي حد بالجزمه. يا خساره يا حسام، بعت نفسك للشيطان. غصب عني يا ماما، كان قدامي سكه من الاثنين، يا استسلم للي انا فيه واضرب نفسي طلقه واموت منتحر، وساعتها هبقى كافر. مات كافر كلب وراح، واتحرم من جنه ربنا في السماء. ورضيت بجنه الشيطان. كان عندك حل تاني ولا اخسر كل حاجه؟ ما انت خسرت كل حاجه من ساعه ما بعت مبادئك وقيمك. خسرت كل حاجه. يا خساره يا خساره. نبي ما تقعدي تتصعباني بقى، تقولي لي يا خساره ومبادئك وقيمك، وانت البطل وانا ام البطل، وبطل اللي شالتك وابو الشهيد وصوره ابوك. حسام كان بيعمل ايه هنا؟ بيته ويجي فيه وقت ما هو عايز. لا ده مش بيته، ده بيت ناس محترمين، مش بيت لواحد زيه. ما تقولش كده على اخوك. لا هقول. حسام خلاص يا ماما بقى من اكبر تجار السلاح اللي في البلد، وحط ايده في ايد دياب اللي قتل مراته وابنه. لا واستغل خبرته في الشرطه وفي الداخليه عشان يسهل له عمليات التهريب. اظن ده اكبر دليل ان سجنه ما كانش صدفه ولا ظلم. حرام عليك، ما تقولش على اخوك كده. هي دي الحقيقه اللي انت بتحاولي تنكريها. كفايه بقى، كفايه، حرام عليك، كفايه. انت لسه برضه مش مصدقه؟ ماشي، بس انا يوم ما اقبض عليه وادخله السجن تاني هتصدقي ساعتها. عاوز تقبض على اخوك يا محمد؟ اه يا ماما هقبض عليه، ما قداميش حل تاني. ده الحل الوحيد اللي قدامنا عشان العيله ترفع راسها في وسط الناس. لو اخوك كان غلطان
المفروض انك تقف جنبه وتعقله وتحميه من شر نفسه، مش تقبض عليه عشان ترقية ولا علاوة. يا خسارة عمري اللي راح عليكم، يا خسارة تربيتي فيكم، يا خيبة أملي فيكم، يا خيبة أملي فيكم.